قول لي بقى الموهبة اللي عندك اللي ممكن تخلّيك تتنقل في حتة تانية. أنا على سبيل المثال كوميدي. حلو. ممكن تقدم لنا إيه بقى كوميديا عشان الناس تشوف إن ده فعلًا يستاهل إن حد يتواصل معاه عشان ياخده يمثل مثلًا؟ بس أنا آسف يعني مش هاخبّي عليك، أنا كوميديا يعني حاجة تانية، اللي هو ديرت من الآخر. You what؟ ما بلاش أوصف. ما أنا فهمت والناس أكيد فهمت. مضبوط، فبلاش. أنا لو قُلت لغة من اللغة دي ممكن تشوف يعمل لها strike دلوقتي. لأ موهبة ما أفتكرش. ما فيش حد إيه المواهب دي كل الناس بُص هتلاقي جواها كده موهبة مدفونة كده بتطلع في وقت الزنقة، أنت فاهمني؟ يعني هم اللي ممكن يعرفوا موهبتي إيه. طب إيه موهبته طيب؟ لأ ما أبيض؟ طب أنت أنا لأ نوم. موهبتك نوم؟ طب ما تورينا كده. لأ جيب له بطانية وهو هينام هنا 24 ساعة. طيب شم النسيم بعد بكرة صح؟ هو بكرة. بكرة؟ والله أقسم بالله؟ والله الاتنين. بكرة الحد. يوم الاتنين. ده أنا اللي صايد التقويم صح؟ أنا صايد التقويم. طيب. الموهبة اللي عندي. ليه بقى اسمه ليه شم النسيم؟ هو أكيد من زمان اسمه شم النسيم لأن مثلًا كتبنا قالوا عليه كده اللقب. السبب أنا I don't know. لو إحنا هنختار اسم تاني غير شم النسيم نسميه إيه؟ شم الفسيخ. اشمعنى شم النسيم؟ بس تعالَ بس جنبنا هنا كده، أنت بتدي كده، تعالَ جنب هو أخوك كده. لوحدنا في الزاوية. أنا مش عارف يعني هو مصدقك أنت. تخيل كده يعني أيام الفراعنة كانوا بيحتفلوا بشم النسيم إزاي؟ أكيد يعني شم النسيم أيام الفراعنة؟ طبعًا ده في كذا حد قال لي إن هو بتاع بيقول لك من شم النسيم أصلًا ده بتاع الفراعنة مش بتاعنا. هو يعني تقريبًا كان اسمه عيد وفاء النيل أو حاجة زي كده. أنا سمعت شيء زي كده. سمعت وفاء النيل في اليوم ده بيحتفلوا إن هم بياكلوا السمك وهكذا. تمام، يعني هو كان وفاء النيل فبياكلوا سمك. تمام. لأن كان بيحصل فيضانات الأسماك بتبقى كتيرة في الوقت ده. حلو. طيب يعني كانوا بيعملوا إيه تاني غير أكل السمك؟ عندك بقى طقوس دينية. كانوا بيكتبوا على الورق البردي. بيكتبوا إيه؟ هو أيام الفراعنة أولين أصلًا؟ كانش في دين؟ هو أيام الفراعنة كانوا بيعبدوا حاجة غير الأصنام؟ لا كان في طقوس دينية بقى ساعتها. إيه الطقوس دي؟ يشموا رجل الصنم يعني والّا بيعملوا فيه إيه؟ طيب تخيل بقى إن هم كانوا بيحتفلوا إزاي تاني يعني جنب اللي أنت قُلته ده كله؟ هل كانوا بيعملوا بيض؟ لأ ما أعتقدش. ما كانش عندهم بيض؟ يعني ده فكر غربي عامةً. فكر غربي؟ مضبوط. يعني هم الغرب اللي صدروا لنا البيض؟ مضبوط مش صدّقني الفكرة نفسها. تمام. طيب أنتم شفتوا الفيديو الأخير بتاع محمد رمضان؟ طبعًا. مين ما شافوش؟ اتفرج عليه. أكيد شُفنا الفيديو. لسه من 5 دقايق باتفرّج عليه. من 5 دقايق؟ من 5 دقايق بالمتر. مقلوب عليه وكل حاجة مقلوبة عنه. طيب إيه رأيكم في الفيديو ده؟ هو المفروض فكرته إن هو كان أصلًا بيمثل الفراعنة في لبسه. لكن هي الناس فهمتها غلط بقى. طب هو ده لبس فراعنة؟ هو المفروض إن هو في دماغه إن هو ده لبس الفراعنة. في دماغنا إحنا؟ في دماغنا لبس رقصات. مهارة. طيب أنت دلوقتي خلّيك مثلًا رايح تتقدم لواحدة وأبوها طلب منك 200,000 جنيه مهر. ليه يا حسرة؟ ليه يا حسرة؟ طيب يعني هتقول إيه لأبوها؟ لا لا ما اقدرش اخد المبلغ ده واخد الجاتوه واقلب. هو ده طبعا مش هيخسر فيها حاجه. يا عم ادفع 200,000. لو معكش لو معيش بقعد بقى 100 سنه ولا حاجه على ما احوشها. اصل على الشغل الايام ده مش هنحوشها 60 سنه. طيب آخر حاجة بقى يعني عاوزكم أنتم الاتنين كده تتكلموا مع بعض باللغة العربية الفصحى لمدة نُص دقيقة. اهلا بك يا صديقي. يا عم تعالَ بس الحمد لله يا صديقي. الحمد لله يا صديقي. إلى أين سنذهب اليوم؟ إلى الدرس إلى مستر شعبان. شعبان ماذا؟ إنه اسم الأستاذ خاصتي. يعني هل ستكت اليوم أم ستحضره؟ من فكر إن كنت اليوم. هل تفكر ولا فكرت؟ زمانهم طالبين الكريب وعايزين يرنوا علينا عشان نروح ناكل. سنذهب الآن يا صديقي إلى الدرس. هل ستذهب معنا أم ماذا؟ أنا سوف أخلع. نورتوني.